بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده يا جماعة هنبدأ في سلسلة تعلم مبادئ البرمجة باستخدام لغة بايثون. احنا قبل كده كنا عملنا 3 حلقات عن ما هي البرمجة وتعلم مبادئ البرمجة عن طريق لغة VBA أو Visual Basic for Applications. يا ريت الناس ترجع الحلقات دي علشان هتستفيد منها. وكنا استخدمنا VBA علشان خاطر هي لغة بسيطة وسهلة وبتستخدم من خلال اكسل، واكسل موجودة على أجهزتنا كلنا. تمام، اكسل او وورد او يعني منتجات مايكروسوفت اوفيس يعني. وخدنا بعض المبادئ بس الحقيقه في بي اي زي ما الناس كتبت في التعليقات مش مستخدمه قوي، يعني مش منتشره، وده اللي بيشتغل بيها. لكن بايثون منتشره جدا جدا ومستخدمه في حاجات كتير قوي قوي. فاحنا عشان كده قررنا ان احنا ننتقل لشرح بايثون. تمام، والنهارده اول حلقه، فعايز بس اوضح لكم ليه انا اخترت بايثون. اول ميزه من مميزات بايثون ان هي الكوماندز بتاعتها او الاوامر بتاعتها شبيهه قوي بالانجليش، فمش هتحس بحاجه غريبه وانت بتدرسها، او مش هتحتاج انك انت تحفظ مصطلحات كتير. لا، المصطلحات كل مصطلح مناسب للاستخدام بتاعه من خلال الانجليش العادي. يعني هنا عندنا مثلا كلمه ديف، دي بعرف بيها فانكشن، فكلمه ديف واضح انها اختصار لكلمه ديفاين، فيعني ديفاين يعني هعرف حاجه، هعرف فانكشن. كلمه ريتيرن معناها رجع لي حاجه معينه. كلمه برنت يعني اطبع. فهتلاقي معظم كلمات اللغه سهله ومتداوله. تمام، ما فيهاش تعقيدات، ما فيهاش بقى اقواس كتير وسيمي كولن ومش عارف ايه وسكوير براكتس، يعني لا، سطر بسطر كده والدنيا ماشيه. اوكي، بخلاف لغات تانية طبعا ممكن تكون فيها تعقيدات، او في الشكل بتاعها انت ممكن تبص كده للكود بتاعها في الاول تتخض. لا، بايثون لو بصيت للكود هتلاقي انت سلس وسهل يعني. تمام، فدي الميزه الثانيه او الاولى اللي احنا اتكلمنا عليها في مميزات بايثون. بايثون بتخدم على طيف واسع قوي من الاستخدامات، يعني مش محدده لاستخدام معين. لا، انت يعني لو انت اتعلمتها تقدر تعمل بيها اي حاجه انت عاوزها بدون مبالغه. يعني انا في مره عملت كود كده ببايثون عشان احمل الفيديوهات من يوتيوب مثلا. دي حاجه بدل ما تقعد تدوخ على مواقع التحميل ومش عارف ايه وتقعد يقول لك اثبت يو ار هيومن ومش عارف ايه، لا، انا عملت كود كان حوالي 5-6 اسطر كده، بدخل له اللينك بتاعت اليوتيوب يحمل لي دي حاجه مثلا ما كانتش تخطر على بالي ان انا ممكن تتعمل، لكن لقيتها بتتعمل ببايثون بسهوله. فبايثون ممكن تستخدم في تحليل البيانات، داتا اناليسيس، في تطبيقات الويب، تطبيقات الموبايل، في الماشين ليرنينج، في التطبيقات الاوتوميشن بتاع اي مهمه انت عاوز تعملها، الحاجه الاستخدام البيرسونال يوز. تمام، الحاجات الديسك توب ابلكيشن زي ماشيه. تمام، فهي متعدده الاستخدام يعني. تمام، فدي من الحاجات الحلوه في اللغه. وبما ان بايثون بتخدم على حاجات او اغراض كتير قوي او استخدامات كتير قوي، فهي هتلاقي ناس كتير بتستخدمها طبيعي، كل واحد بيستخدمها في المجال اللي هو عاوزه. فعشان كده هتلاقي على النت وهتلاقي على المصادر التعلم المختلفة يعني مصادر كتير قوي، وديسكشن فورمز ومواقع وكتب، و يعني هتلاقي مصادر كتير للتعلم. لو وقفت قدامك مشكلة وجيت تعمل سيرش عنها هتلاقي مئات النتائج ويمكن آلاف النتائج اللي بتعالج لك المشكلة دي، او تلاقي ناس اتكلموا فيها قبل كده وحطوا لها حلول الى اخره. يعني انا كنت بدخل تقف قدامي مشكلة بدخل يعني قبل الذكاء الصناعي، طبعا الذكاء الصناعي وفر عليا كتير قوي، كنت ادخل اعمل سيرش الاقي مواقع بتشرح المشكله دي من جذورها من البدايه ليه بتحصل، وبعدين نتغلب عليها ازاي، وبعد ما نتغلب عليها نعمل ايه بعد كده علشان ما نقعش فيها وعشان ما تتكررش. فبايثون بما انها متعدده الاستخدامات بطريقه كبيره، فهتلاقي ناس من مختلف الاعمار والتخصصات بتستخدمها، وده هيخدمك انت ك بروجرامر او ككودر باللغه دي، ان انت لو حصلت لك مشكله هتلاقي ناس كتير حصلت لها نفس المشكله دي، وبالتالي هيقدروا يساعدوك كويس. فدي ميزه. وبرضه بما ان بايثون لها استخدامات كتير جدا في مجالات كتير، فعشان كده هي عندها كميه مكتبات كتيره قوي، كل مكتبه بتخدم على غرض معين. تمام، احنا زمان يا جماعه ما كنا نيجي يعني عاوزين نتعلم لغه معينه، فكنا بنتعلمها من خلال التيوتوريال، او اللي هو يعني الكتاب او المرجع اللي بيوصف اللغه دي بتتكون من عناصر شكلها ايه، وكل امر بيعمل ايه، وتستخدمه ازاي، والكلام ده.
في بايثون كل لايبراري او كل مكتبه من المكتبات المتعلقه بيها دي لها تيوتوريال لوحدها. يعني تخيل بقى عظمه وحجم هذه المكتبات. يعني مثلا فلاسك او جانجو مثلا دول بتصمم بيهم الباك اند، تنسور فلو دي ماشين ليرنينج، نمباي للحاجات اللي هي الحسابيه الدقيقه والعميقه واللي هي يعني الحسابات التقيله قوي. في ومكتبه تانية اسمها بانداس، ويعني لايبراريز كتيره. بس مش الكلام ده ما يهمناش دلوقتي، بس احنا بس بنتعرض لمميزات اللغه، احنا لسه في المستوى المبتدئ فما يهمناش الكلام ده كله. طب ممكن الناس تسال ايه التعبان ده، او اللي احنا عمالين كل ما نجيب صوره يطلع عليها التعبان ده؟ هو الحقيقه كلمه بايثون معناها نوع من انواع التعابين اللي هو الاصله. تعبان الاصله عارفين نوع من انواع التعابين العاصره، فهو عشان كده دايما معانا ايه شعار التعبان ده يعني. وحتى شعار اللغه نفسها لو جبناه، ده شعار اللغه اللي هو ده عباره عن كانه تعبانين ملتفين حوالين بعض كده يعني ايه كنوع من نعرف الشعار ده جاي منين. برضو بايثون هنا يا جماعه لو رحنا مواقع الفريلانسنج هتلاقي فيه اوفرز كتير قوي، وناس كتير قوي مطلوبه انها تشتغل ببايثون. يعني ادخل كده على ابورك ولا ادخل على فريلانسر ولا اي موقع من دول ودور على وظائف بايثون، هتلاقي مطلوب كتير قوي مقارنه ببقيه اللغات. فدي حاجه كويسه وتشجعك انك انت تستمر في بايثون او تتعلمها. برضو بايثون ممكن تعمل بيها ابلكيشنز للموبايل او للويب او حتى للديسكتوب، تمام؟ فمش محدوده ببلاتفورم معين، تقدر تشتغل بيها ابلكيشنز لاي حاجه من دول. الديسكتوب طبعا احنا عارفين انه بيشتغل على الديسكتوب، او اللي بيبقى مثلا في شبكه داخليه او حاجه زي كده، بتبقى الابلكيشنز شغاله على كل الاجهزه ومتصله بسيرفر لوكال في المكان، فدي بتبقى حاجه اسمها ديسكتوب، او شغاله على مكنه واحده يعني ماشين واحده. فيلا بينا يا جماعه نبدا رحلتنا في تعلم بايثون ونتوكل على الله. اول حاجه هنحتاجها عشان نشتغل بايثون ان انا هنزل ابلكيشن من على الويب طبعا، وده احد اسباب اللي احنا بدأنا بالفي بي اي في الحلقات اللي فاتت، لان قلنا ان ده مش محتاج انزل حاجه من على الويب، لان احنا كلنا على اجهزتنا في موجود الابلكيشنز بتاعه مايكروسوفت اوفيس، تمام؟ لكن عشان اشتغل بايثون واغلب اللغات الثانيه اللي هنشتغلها ان شاء الله محتاج انزل حاجه اسمها فيجوال ستوديو كود. انا هعمل بحث عنه، بس يكفي ان انا اكتب في اس كود داونلود، بس مش لازم ان انا اكتب فيجوال ستوديو. يعني في اس كود هيديني النتائج دي. افتح كده اهوت الصفحه بتاعه التحميل، هيقول لي هنا في تحميل للويندوز، تمام؟ 10 او 11، وابدا ان انا احمل الابلكيشن بتاعي، تمام؟ طبعا لو انا عاوز عندي فيرجن قديم من الويندوز ومحتاج احمل له نسخه، فهكتب فيجوال في اس كود فور ويندوز 7، او شوف انت نوع الويندوز اللي عندك يعني. لكن احنا حاليا يعني اللي شغال حاليا 10 و11 دول اغلب الاجهزه، فاحنا هنيجي هنا وندوس ويندوز 10 او 11 دي، هيبدا هنا يحمل لوحده. انا طبعا عشان هو موجود عندي قبل كده وانا محمله اوريدي، فهو بينزل نيكست بيتحمل عندك، ولما تيجي تفتحه بيظهر بالشكل ده. هو ده الشكل المبدئي بتاع الفيجوال ستوديو كود، ده اللي احنا هنستخدمه ان شاء الله خلال رحلتنا لتعلم لغه بايثون. فنزلوه على الاجهزه لو سمحتوا، وتاكدوا انه بيفتح وبيدي الشكل دوت عشان المره الجايه نبدا على طول. اوكي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.